بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا رب وياكم براماكس حلقة جديدة عزيزي المشاهد. هاي المرة حلقة تجربة أن توصل لي اليوم صانع الكور كيا سبورتج 2023. فقبل ما نبلش هذا المقطع لا تنسوا نحزر لايك واشتراك براماكس. هسه خلينا نبلش على أول فقرة. طبعا الفقرة الأولى هي التصميم الخارجي. هذا هو التصميم الخارجي للسيارة. مثل عندك هنا مصابيح LED قدامك LED، وعندك اطارات مقاس 20 انش لهاي السوالف. فاصلا عندك هنا مرآة، هاي مرآة بها تحذير رباعي مصنوعة شركة كيا. وعندك هنا شو اسمه مصابيح LED شكل متغير. وهذا المرة هذا الشاصي الجديد 2013 هذا غير قبل سنتين. هذا واجد شاصي للسيارة، وهذا مصنوع خصيصا من شركة كي سبورتج. وعندك هنا هاي شو اسمه هذني الزرار يجيك بس على مكان الراكب والسائق. اذا هاي تضغطهن شو اسمه السيارة تفتح باب. فانا خلونا نروح على المقصورة الداخلية. وعندك هنا جنط جديد صنعته كي سبورتج. جنط عليه جديدة أكثر من الكي سبورتج القديمة. الله يكرمكم. الجيل الرابع، هذا هو الجيل الخامس من كي سبورتج. وكي سبورتج 2026 نازلة بكوريا. فنتوقع تنزل 2026. فكان شركة كيا بدأت من سنة 2000. الله يكرمكم 2000 صنعت أول جيل كي سبورتج هو نسخة جير عادي. وعندك الجيل الثاني والثالث والرابع، وهذا هو الجيل الخامس والجيل الجديد كلهم مصنوعين كي سبورتج. وهسه نروح على الفقرة اللي بعدها، فقرة مقصورة الداخلية. هسه وصلنا على فقرة مقصورة الداخلية. فالمرة خلونا نحاول نسد الباب وشوف السيارة راح ترحب بيك. الشاشة كده هاي الشاشة مال العداد ترحب بيك. شوف قدامك أول ما نسد الباب شوف رحبت بيك بكل بساطة وسهولة لطيفة. فهاي المرة شنو المواصفات اللي تتميز على مقصورة الداخلية مالت السيارة. الله يكرمكم. وطبعا ذول صوت جيران الله يكرمكم، كان جتهم حشر بالبيضاء شو اسمه تطير. الله يكرمكم. وعندك هنا اصلا جير بوكس اوتوماتيكي 6 سرعات. هاي السوالف فما اريد اتحكم بالجير لأخاف سيارة تخرب ويصير بينا مشاكل زايدة. فهاي المرة عندك هنا اماكن شو اسمه موجودة هنا. شوف عندك هنا تشكمتشة. شوف هاي تشكمتشة. نحاول نضم هذا ونسكر التشكمتشة. وعندك هنا اماكن مكيفات متغيرين يختلف عن القبل. شعار كيا جديد كليا، هذا اجدد شعار. عندك هنا شعار مستمر لك من 2016 لو من 2011. الله يكرمكم. وستيرنج ويل جديد وشكل مقصورة داخلية جديد. وهاي المرة عندك هنا مكان نظارة، فلا ماكو مكان نظارة الله يكرمكم. وعندك هنا أضوية وهاي السوالف. عندك هنا أضوية. وعندك هنا ستيرنج ويل. وعندك هنا مكان تتحدد بيه. وعندك إشارة تحذير رباعي. وعندك شو اسمه أماكن توية تقدر تقفل بها التو. هاي السوالف. الحمد لله يا رب حاولت أخطيهم. الحمد لله والشكر. وعندك هنا كوما مقطع حق السائق. هنا عندك مكان عدم انزلاق تقدر تحط باركينج تلقائي. وعندك هنا شو اسمه الضوء الله يكرمكم الهيد لايت.
هنا عندك هنا أماكن هيد لايتس الله يكرمكم. فشنو تستفاد هيد لايتس؟ إذا تريد تحاول ترفع مستوى الضوء تقدر ترفعه بكل سلاسة واختصار تام. فهاي المرة خلينا نشغل السيارة نشوف شنو المواصفات الموجودة بيها. عندك هنا الشاشة بحجم 10.25 تعمل على لمس. هاي مرة تقدر تروح على الإعدادات والوسط هاي سوالف، تقدر هنا تحط باركينج كاميرات. وهنا عندك عجلة المقود مو ثابتة هاي السوالف. عندك هنا إشارات توجيه الله يكرمكم. فهسه يا الربع هو من عمر 18 سنة راح اشتري ZR1 كاميرا 2SS. وعندك هنا مكان تخزين الله يكرمكم. وعندك نوتو هولد، وعندك نسخة تمشي على أماكن وعرة هاي السوالف. وعندك هنا أماكن ساخن يقدر يتحكم بيه، يتحكم بالجامات، يقدر يقفل السيارة هاي السوالف. وهاي المرة كنت يا الربع فهنا عندك مكان مرآة. كنت يا الربع هي السيارة اصلا حلوة صنعتي، اشتريناها 2023 كانت صف خامس. فكانوا اللي اشتروا هاي السيارة فالله يكرمكم. وعندك هنا أماكن تقدر تضم بيها سويتش وهاي السوالف. هسه نروح عن نشوف كم مساحة المكان شو اسمه المكان اللي ورا. هاي المرة يا ربع هسه قعدنا على هذا المكان، مكان حلو. مشكلة هذا مكان حلو يكفي، وعنده كمان أماكن مكيف الله يكرمكم. أشوف وهذا المكان نايس يعني حلو، مساحته نايس وحلوة بنفس الوقت. شوف دائما مرتاح هنا تقدر تقعد. فهاي المرة يا الربع نروح على فقرة الماكينة. ماي جاد هذه ماكينة سيارة نص 16 في، وهاي 8 سلندر، وماكينتها حجمها 2000 سي سي. وعندك هاي الماكينة بيها غرفة احتراق، اكيد الماكينة بيها غرفة احتراق. اي نعم اكيد بيها غرفة احتراق وهاي السوالف. وعندك هنا اماكن تعبئة اذا السيارة ماكينة خلص، واكيد السيارة يبيها غرفة احتراق. هنطلع شو اسمه اكزوست من غرفة الاحتراق. والسيارة ماكينتها 2.0 لتر، يدعم 160 حصان. فالله يكرمكم. وهسه نروح على فقرة الجنطة. ايوه هسه يا ربع عندك هنا مساحة جنطة، ما اعرف كم مساحة، يمكن هاي مساحتها 10 انش لو 50 انش لو 100 انش. هاي السوالف هي اصلا هاي الجنطة من مساحة جنطة هاي تقدر شو اسمه تحط بيها دبات مال هاي السوالف، وتقدر تحط بيها شو اسمه اكياسك الاكياس مال المول اللي شو اسمه تشتري من عند هاي خضروات وهاي سوالف، فتقدر تطبقها وتقدر تحطها الله يكرمكم. فهاي الجنطة هي في المرات حلوة ومساحتها حلوة يعني. وهسه الشباب اني دائما هاي الفيديو طالع يمكن كل ساعة دالخ بطاي سوالف
وهاي الكلاوات. يعني ليش توقف وانت تتأخر على الحكاية؟ فالمر عزيز ومشان وصلنا مقطع هاي المرة قررنا اني وياكم شو اسمه نسولف عن السيارة صانع الكور كي سبورتج. وهاي المرة عزيزي المشاهد قررش نشرح عنها الله يكرمكم. ف قبل لا ننهي المقطع لا تروح محذر لك الاشتراك. وياكم برهوم او برهام ماكس. باي. عزيزي المشاهد، شلون تبرمج سيارة كي سبورتج اللي تقدر تشغلها بالسويتش وهاي السوالف. عزيزي المشاهد، تعرفون سيارات تشارجر برمجة سهلة. شو اسمه، تضغط هولد مرتين والسيارة تشتغل. بس شركة كيا هي اصلا التشغيل عن بعد يختلف تماما. فعشان هالمرة خلينا اعلمك شلون تشغل السيارة هولد شو اسمه عن بعد واحدة. اول شي شوف قدام تضغط هذا وهذا وبعدين هذا والسيارة تشتغل معك. فهالمرة راح افتح قفل السيارة بعدين اقفله اضغط هولد كذا السيارة اشتغلت عندك بكل سهولة.